محمد سالم بويهي. وانت هنا اليوم يعني لحظات قبل انطلاق الدور العادي للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال، نبغوك تقربنا وتقرب الساده المشاهدين شنو الجديد ديال هذه الدوره اللي تحمل شعار السماره مدينه واعده بين الواقع والافاق؟ إذا شفتوا التحضيرات وريك احنا جارية على قدم وساق. بعد تقريبا ساعة تقريبا وساعة ونصف إن شاء الله وسيلتحق بنا الأخ مولاي حمدي ولا رشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، هو الرئيس الفعلي ديال هذه الدورة. من خلال العنوان اللي تكلمت عنه أكيد على أنه سمارة واعدة، سمارة عندها مستقبل زاهر إن شاء الله بفضل يعني تظاهر الجهود ديال الجميع، بفضل الرؤية المتبصرة أولا ديال جلالة الملك حفظه الله ونصره، ولكن الأكيد على أنه الشيء اللي نعتز به ونفتخر به هذا الشيء اللي موجود من طاقات، خاصة الطاقات البشرية على مستوى إقليم السمارة اللي نعتز بها ونفتخر بها. وكنشوفوا الآن هذا كم من مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال اللي جاء اليوم باش يحضر هذا اللقاء الجماهيري المميز، واللي من خلاله نأكدوا من خلال هذا المنبر العزيز علينا نأكدوا على أنه السمارة إن شاء الله يعود عندها واحد مستقبل زاهر ومستقبل إن شاء الله نعتز به كاملين. وأكيد على أنه الجميع اليوم داير ليل في ليل باش نوصلوا هذا المستقبل الزاهر بما فيه القضايا الراهنة، وقضية أولا قضية وحدتنا الترابية اللي ندافع عنها من كل موقع هي الأولى، أيضا المشاريع التنموية اللي إن شاء الله اللي مفتوحة واللي لا هي تنفتح إن شاء الله، وخاصة معبر ديال المقالة ومطار ديال السمارة وتجزئات سكنية اللي إن شاء الله لا تعود هنا إشارة الساكنة. ولو الشيء الأجمل من هذا الشيء هو على أن السمارة اليوم نحتفل بها على أنها مدينة بدون صفيح. شكرا. النائب البرلماني زبير حبودي، وانت عضو مجلس وطني ديال حزب الاستقلال، واحد المناضلين ديال حزب الاستقلال، نبغوك يعني تقربنا وتقرب الساده المشاهدين من قبل انطلاق هذه الدوره العاديه اللي يشرف عليها الحاج مولاي حمدي ديال المجلس الاقليمي ديال حزب الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. راكم شفتوا الاستعدادات ان شاء الله لاستقبال الحاج حمدي اللي غادي يحضر ان شاء الله الدوره العاديه ديال المجلس الاقليمي لمدينه السماره، وان شاء الله احنا ننتظروا الحاج ورانا مرحبين فيه. والحاج راهو انسان اللي هو غني عن التعريف، شخصيه وطنيه ان لم نقول لك كاع شخصيه دوليه، ورانا نحب نشوف ان شاء الله الحاج شنو يجيب معاه، ونظن ان شاء الله انه كاين الخير لهذا الاقليم كالعاده. السلام عليكم ورحمه الله. رئيس البشير بوريه، رئيس جماعه الجزائريه، مناضل حزب الاستقلال، تنتمي لهذا الحزب. لحظات قبل انطلاق الدوره ديال المجلس الاقليمي ديال حزب الاستقلال، بغوك تقربنا وتقرب يعني المتابعين الجديد ديال هذه الدوره وانتم كاستقلاليه داخل هذا الحزب. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نتكلم بصفتي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، واليوم كيف تعرفوا عندنا المؤتمر الاقليمي للحزب، وهذا المؤتمر كيجي بعد مجموعه من اللقاءات وبعد استكمال انتخاب الهيئات الحزبيه على صعيد الاقليم، الفروع ومكاتب الفروع، بعد ما قمنا بهذه العمليه طيله الشهور الماضيه. اليوم نتوجوا هذا اللقاء اللي ترئيسه الاخ المناضل الكبير الحاج حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنه التنفيذيه اللي ترئيس المجلس الاقليمي ديال السماره، واللي يتم فيه ان شاء الله عرض خطوط عريضه للعرض السياسي اللي به الاخ المناضل الكبير اللي بعرض سياسي، وبعد ذلك اللي رئيس الجماعه الترابيه السماره السيد مولاي ابراهيم الشريف بعرض حول المنجزات اللي تحققت في هذه المده اللي تخطات، سواء على صعيد البلديه وعلى صعيد الاقليم بصفه عامه. وبعد ذلك تكون كلمه السيد المفتش الاقليمي. يعني اليوم هو يوم احتفال حزبي 100%، واللي كيجي كيف ما قلت ختاما بعد تشكيل هياكل الحزب، او بالاحرى بعد تجديد كافه هياكل الحزب في الاقليم. اليوم يتوجه هذه المسيره بالمجلس الوطني المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال السماره. الاستقلال مازال قوي في السماره تماما. شبان لك انت، شوف ظهر لك تقول تماما مازال قوي، تم قوي. لماذا قوي؟ لانه كان عطوا وعود انتخابيه، ماشي وعود، عطوا وعود وكانت تحققت بنسبه كبيره. ونحن كمنتخبين ننتهز هذه الفرصه ونقول على حزب الاستقلال راهو خدام في السماره، خدام ان شاء الله على برنامج ديال الحساب
اللي نعطوا فرصه لناخبي حزب الاستقلال في السماره باش يتحاسبوا مع مسيري الشارع العام ديال السماره. حنا كنوجدوا ان شاء الله المنجزات اللي يعدل كامل ومسيرتنا كامله في المده اللي نوجدوها ان شاء الله، واللي تعود بقالب واضح ما كلام، اللي تعود بصور، اللي تعود فيديوهات، اللي تعود بارقام حقيقيه، واذا دعا الضروري تعود بزياره ميدانيه لكافه الجماعات اللي كيمثلوا حزب الاستقلال. شكرا بارك الله فيك. شكرا رئيس. السيدي علال بوسعيد رئيس جماعه حوزه، انت عضو مجلس وطني مناضل حزب الاستقلال. احنا اليوم لحظات قبل انطلاق الدوره ديال المجلس الاقليمي ديال حزب الاستقلال، نبغوك تقربنا وتقرب الساده المشاهدين من الجديد ديال حزب الاستقلال في السماره وديال هذه الدوره. هذه تبارك الله هذا الجمهور الوفيد اللي حاضر، هذا الجمهور كامل استقلالي الحمد لله، وهو حاضر وجمهور وفيد الحمد لله. اليوم عندنا المجلس الاقليمي ديال حزب الاستقلال برئاسه الاب والاخ عضو اللجنه التنفيذيه منسق الجهه الجنوبيه الثلاثه الاب الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد. كيف ما تعرفوا الاخوان كاملين، السماره قلعه استقلاليه بامتياز. السماره الحمد لله شهدت الحمد لله بفضل الاب الحاج مولاي حمدي، بفضل الاخوان، بفضل رئيس المجلس البلدي، بفضل الاخوان التعامل وعملهم كاملين. كما تعرفوا الاخوان كان اكبر عائق في اقليم السماره منذ سنوات عده مشكل ملف المخيم، والحمد لله فات اليوم نحل بمشكل المخيم. والسماره الحمد لله تشهد فيها برنامج ديال التاهيل الحضري، تشهد فيها الخدمه الحمد لله، وهذا الحمد لله فضل مجهود الاخوان كاملين المتدخلين، ونطلبوا مولانا التوفيق، ونطلبوا نكونوا زلقوا في السماره. حزب الاستقلال ماشي وتقوى في السماره، كل نهار يعود اقوى من النهار الثاني في حزب السماره الحمد لله. مرحبا. نعم رئيس الغرفه الجهويه ديال الصناعه بجهه العيون الساقه الحمراء، وانت عضو المجلس الوطني ديال حزب الاستقلال بالسماره. واليوم لحظات قبل انطلاق الدوره العاديه ديال المجلس الاقليمي ديال الحزب، نبغوك تقربنا يعني شنو الجديد ديال هذه الدوره في حزب الاستقلال انتم كمناضلين؟ بالنسبه لي انا هذه الدوره عنها ميزه خاصه بالنسبه لاقليم السماره، وبهذا الوقت بالضبط. ومجي الحاج حمدي ولد الرشيد عضو اللجنه التنفيذيه مجي اليوم للسماره، عنده دلاله خاصه وعنده كذلك واحد رؤيه بعيده، لانه احنا اخر من المشاريع والبرامج ديال حزب الاستقلال مدينه السماره، كيف وعدنا الساكنه ديال مدينه السماره بما يتعلق بسكنه المخيمات، ما يتعلق كذلك باستهداف ساكنه السماره المحليه. هناك برامج كبيره مهمه اللي نتكلم عنها اليوم رئيس مجلس البلديه. واليوم احنا في طور استقبال الحاج حمدي قدوما من مدينه العيون، كتشوف كيفاش الجمهور كيفاش قوه الحزب الاستقلالي في السماره، ويعني هذا كامل يعطاها لا قوه. يعني من 2021 ما هي 2000 اليوم 25 وهي 2000 ان شاء الله 27 في الانتخابات ان شاء الله. واليوم مجي الحاج عنده دلاله خاصه نقولها بالنسبه لساكن السماره، ودعم قوي مدينه السماره، وكذلك المنتخبون ديال غير السماره والمنظومه المحليه ككل كامله، يعني تشتغل كامله في مصلحه الساكنه والمصلحه العامه ديال الدوله. وهنا كذلك اليوم جنود المجندون ورجل الملك محمد سادس نصر الله في جميع ما يقترحوا على ساكنه السماره. الرئيس حزب الاستقلال واش مازال قوي في السماره؟ مازال قوي، مازال لا يزال ان شاء الله قوه، لا قوته هي ومازال زادت هذا العام، ومازال تزيد ان شاء الله في هذه انتخابات تشريعيه ان شاء الله ديال 2026 ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.